صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ الفيلم بسجن غريب وعجيب مكون من عدة أدوار. مدة الأكل فيه دقيقتين بس، وبعد الدقيقتين الأكل بينزل للأدوار اللي تحت. في سجن غريب جورينج بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه في زنزانة عليها رقم 48، والزنزانة دي مش بيكون فيها حاجة غير سرير وحمام، وفي نصها موجود حفرة عميقة جدا. وجورينج ما كانش لوحده في الزنزانة، لأن كل زنزانة بيكون فيها شخصين، وبيكون معاه شخص عجوز اسمه تريما جاسي. وكان في زنازين كتير زي اللي هم فيها بيكونوا مترقمين بعدد الادوار، وكل يوم بتنزل ترابيزه كبيره جدا وعليها كميه كبيره من الاكل، وكل زنزانه كان قدامها دقيقتين بس من الاكل، وبعد كده تنزل للدور اللي بعده وهكذا. فكان لازم تاكل بسرعه اكبر كميه تقدر عليها. وبطبيعه الحال كل ما كنت في دور تحت بتكون فرصتك في الاكل وفي النظافه اقل. وعلشان يعدلوا بين المساجين كان كل شهر بيعيدوا ترتيب المساجين من تاني. ولما جورينج شاف ترابيزه الاكل لاول مره ما اكلش منها اي حاجه لانه ما كانش جعان، فقرر يسيب الاكل للادوار اللي تحت. لكن زميله في الزنزانه تريما جاسي كان بياكل بفجع شديد جدا، وبعد ما خلص اكل بصق عليه وهو نازل. ولما جورينج بص له قال له انه عمل كده لان الادوار اللي فوقيهم بيعملوا كده هم كمان. جورينج قرر انه ياخد تفاحه من الترابيزه ويحتفظ بيها علشان يبقى ياكلها بعدين. بس مجرد ما الترابيزه نزلت من الدور بتاعهم بدأت الزنزانة تسخن جامد، وده لأن ممنوع على المساجين الاحتفاظ بالأكل. فبيضطر جورينج إنه يرمي التفاحة وإلا هيموت من ارتفاع درجة الحرارة. جورينج فضل يفتكر المقابلة اللي عملها قبل ما يدخل السجن ده، وكمان بيفتكر إنه وقع على ورقة بتلزمه إنه ما يخرجش من السجن إلا بعد المدة اللي اتفقوا عليها. وبنعرف إن جورينج وافق إنه يدخل السجن ده لمدة 6 شهور، وفي المقابل هياخد شهادة دبلومة معتمدة. وكان كل شخص من المساجين مسموح له إنه ياخد حاجة معاه واحدة بس في السجن، وجورينج اختار انه ياخد روايه تسليه. وتاني يوم جورينج ما اكلش حاجه من على الترابيزه برضه. اما تريما جاسي كان بياكل بفجع شديد زي المره اللي فاتت. جورينج سال تريما جاسي عن قصته وعن سبب دخوله للسجن، وساعتها تريما جاسي قال له انه كان في يوم بيتفرج على التلفزيون وشاف اعلان لسكينه عجبته جدا فاشتراها، وتاني يوم نفس الاعلان عرض سكينه احلى من اللي قبلها. فتريما جاسي اتعصب جدا وخد التلفزيون رماه من الشباك، ولسوء حظه التلفزيون وقع على دماغ واحد كان معدي من تحت بيته فقتله. وبعد الحادثه تم القبض على تريما جاسي وخيروه بين انه يدخل مستشفى الامراض العقليه او السجن اللي هو فيه. وطبعا تريما جاسي اختار السجن. وبعدها بيقول له تريما جاسي ان اكبر رقم نزل فيه كان زنزانه رقم 132، وان في زنازين فيها ارقام اكبر من ده بكتير علشان كان شايف الزنازين اللي تحته كمان. وكمان مفيش اكل بيوصل للادوار اللي تحت دي، وده كان اسوأ شعار عدى عليه في الفتره دي. جورينج اول ما سمع كلامه خاف جدا انه ينزل للادوار اللي تحت، وبدا يزعق ويشتم في المساجين اللي تحت علشان يعملوا حسابهم في اكل للناس اللي تحتهم، ولكن بدون جدوى ومحدش رد عليه. وبعدها تريما جاسي بيعمل حمام على الترابيزه، وقال لجورينج ان الحاجه اللي اختارها يجيبها معاه هي السكينه اللي اشتراها. وبيجي تاني يوم وجورينج بياكل من ترابيزه الاكل، وفجاه بيقع واحد من الادوار اللي فوقيه. وجورينج كان مستغرب جدا من انتحار الراجل ده، لانه طالما في دور اعلى منهم يبقى اكيد بياكل كويس احسن منهم. لكن تريما جاسي بيقول لجورينج ان الموضوع ده عادي وحصل وبيحصل كتير جدا، بس محدش في الاداره بيتصرف في الموضوع ده. وتريما جاسي بيحكي لجورينج عن كل الزنازين اللي كان فيها، وعرفوا انهم هيغيروا الزنزانه اللي هما فيها اخر الشهر. وقال له كمان ان زمايل الزنزانه بيفضلوا مع بعض دايما وما بيتغيروش. وساعتها جورينج بيفهم ان تريما جاسي اكل زميله سمي لما كان في الادوار اللي تحت، وده اللي خلاهم يتجمعوا مع بعض في زنزانه واحده. ولما ترابيزه الاكل جت تاني بيكون في واحده قاعده عليها اسمها ميهارو، وجورينج كان قلقان وخايف عليها علشان كانت مصابه. بس تريما جاسي قال له فكك منها وركز في الاكل، وقال له ان ميهارو بتنزل للادوار كلها مره كل شهر علشان تدور على ابنها. وقال له كمان انها بتقتل اي حد بيكون معاها في الزنزانه على امل ان ابنها يكون معاها في الزنزانه المره الجايه. وكمل كلامه بيقول لجورينج ان الراجل اللي وقع من فوق ممكن تكون هي اللي رمته، وانه ما قتلش زميله السابق زي ما هي عملت، وزميله كان ميت اصلا بس هو اكل جثته. ولما ميهارو نزلت الدور اللي تحتهم المساجين اللي في الدور شدوها وكانوا عاوزين يعتدوا عليها، وجورينج فضل يزعق فيهم بعلو صوته علشان يسيبوها. لكن في الحقيقه ميهارو ما كانتش محتاجه مساعدته لانها قتلت المساجين الاتنين ورجعت بعدها تاني للترابيزه. ولما الشهر انتهى المساجين ناموا على غاز منوم والزنازين بتاعتهم بتكون اتبدلت. فلما جورينج بيصحى من النوم بيلاقي نفسه مربوط في السرير بتاعه، واكتشف انه في الدور 171. وتريما جاسي قرب منه وبيعرفه ان هو اللي ربطه في السرير لانه اصغر منه في السن وطبعا اقوى منه، فكان لازم يأمن نفسه. وجورينج كان سامع صرخات الناس من الادوار اللي فوقيه، وده لان المساجين ما بيكونوش راضيين عن ادوارهم الجديده،
واكيد دوره هيبقى اسوأ. ولما الترابيزه بتوصل لدور جورينج وتيري ماجاسي ما كانش فيها اي حاجه، وبعدها ب8 ايام تيري ماجاسي قال لجورينج انه جه الوقت علشان ياكل، وفعلا قرب منه وهو ماسك السكينه وفعلا بدا يقطع حته من رجل جورينج. هيعملها على فته ولا إيه يا صديقي؟ وما كانش مهتم بصرخاته ولا توسلاته انه يسيبه. بس قبل ما تيري ماجاسي ياكل رجل جورينج الترابيزه نزلت الدور بتاعهم وعليها ميهارو، وميهارو افتكرت ازاي جورينج كان قلقان عليها، فهجمت على تيري ماجاسي وضربته بالسكينه، وراحت بعدها لجورينج وانقذته، وكمان اديته السكينه بتاعه تيري ماجاسي. جورينج خد السكينه من هنا وهجم على تيري ماجاسي وقتله بوحشيه واغمى عليه. بعدها جورينج صحي من النوم لقى نفسه على سريره، وميهارو هي اللي حطته على السرير، وكمان ربطت رجله بحته ملايه، وحاليا واقفه بتاكل في جثه تيري ماجاسي. ميهارو قربت من جورينج واديته حته من لحم تيري ماجاسي، يا ترى طعمها ايه؟ وجورينج اضطر انه ياكل من جثه تيري ماجاسي لانه مش قدامه اي خيار تاني. وبعدها ميهارو جابت له شويه ميه وسابته ونزلت على الترابيزه من غير ما تتكلم. الايام بتعدي على جورينج وجثه تيري ماجاسي بتبدا تعفن، وساعتها الله يقرفه جورينج بياكل الدود اللي فيها، وبتعدي عليه نوبتها الوسا بيشوف فيها تيري ماجاسي بيلومه على اكل جثته. لا ما يصحش برضه يا جورينج يا اخويا، ما ينفعش. وبعدها الشهر بيخلص والغاز المنوم بينتشر تاني، وجورينج بيحلم انه مع بنت في الحلم، ولما بيصحى من النوم بيلاقي في كلب بيلحسه يا صديقي. وجورينج بينصدم لما بيلاقي زميلته الجديده في الزنزانه بتكون ايمو جيري، الست اللي قابلها لما كان عايز يتطوع ويدخل السجن. انا فكرت يتطوع ويدخل الجيش، وايمو جيري اختارت انها تاخد الكلب بتاعها معاها، وبتكون رقم الزنزانه الجديده 33. وجورينج بيفتكر المقابله اللي عملها مع ايمو جيري وازاي كانت مستغربه من اجاباته على اسئلتها لانه كان ساذج جدا ومش عارف هو داخل على ايه. وايمو جيري قالت لجورينج انها اتطوعت زي ما هو عمل، وانها ما تعرفش ان في ناس بيموتوا في السجن، وقالت له ان السجن بيتكون من 200 دور تقريبا. فجورينج بدأ يتكلم معاها وقال لها ان الاكل ما بيكفيش كل الناس اللي في السجن، فايمو جيري بتقول له ان الاكل هيكفي لو كل واحد خد اللي يكفيه وعمل حساب زميله. فجورينج حكى لها عن ابن ميهارو، لكن ايمو جيري ما بتصدقوش وقالت له ان سياسات الشركه ما بتقبلش الاطفال اللي تحت سن 16 سنه. وبعدها لما ترابيزه الاكل جت لايمو جيري كلت اللي يكفيها وبس، وادت شويه اكل للكلب بتاعها، وعملت طبقين اكل حلوين للدور اللي تحتها. ولما الترابيزه نزلت الدور اللي تحت ايمو جيري اتكلمت مع المساجين اللي فيه وقالت لهم ياكلوا اللي في الاطباق بس، ويعملوا طبقين للناس اللي تحتهم زي ما هي عملت، لكن المساجين ما اهتموش ليها. فجورينج بيقول لها ان الاداره مش عايزه الناس تتعاون مع بعضها، فايمو جيري بتقول له انت بتكره الناس اللي بتحكم من غير ما تشوف، لانها اشتغلت مع الاداره دي فتره كبيره وتعاملهم كان كويس جدا. فساعتها جورينج بيقول لها انت بتقولي كده علشان الاداره اديتك امتياز انك تبقي في الادوار العاليه. المهم كل يوم ايمو جيري بتعمل نفس اللي كانت بتعمله، بتاكل اللي يكفيها هي والكلب بتاعها، وتعمل طبقين اكل للناس اللي تحت وتقول لهم انهم يعملوا زيها، بس للاسف محدش كان بيسمع كلامها. فجورينج بيزهق من زعاق ايمو جيري كل يوم، فقام من مكانه وهدد المساجين اللي تحتهم انهم لو ما عملوش كده هيعمل لهم حمام على الاكل كله، وفعلا تهديده نجح، والمساجين كلوا اللي يكفيهم وعملوا طبقين للناس اللي تحتهم. وفي يوم من الايام ترابيزه الاكل نزلت وميهارو وقعت فوقيها وبيكون مغمى عليها، فجورينج وايمو جيري شالوها من على الترابيزه بسرعه، لكن نسوا الكلب اللي فضل ياكل من الترابيزه. وبمجرد ما الترابيزه نزلت الدور اللي تحت الزنزانه بدات تبقى ابرد، وساعتها جورينج عرف ان الكلب سرق اكل من على الترابيزه، واضطر يجري وراه في الزنزانه كلها علشان يرجع الاكل. وبيجي الليل وجورينج ساب السرير بتاعه لميهارو ونام على الارض، بس صحي في وسط نومه على صوت خناقه علشان ميهارو كانت كلت الكلب بتاع ايمو جيري. وتاني يوم ميهارو بتنزل من زنزانه جورينج وايمو جيري على ترابيزه الاكل، وجورينج بيحكي لايمو جيري عن حكايه ميهارو وابنها، لكن ايمو جيري فاجئته وقالت له ان ميهارو جات لوحدها الزنزانه من 10 شهور، وقالت له كمان ان ميهارو ممثله مقطوعه من شجره وجات هنا متطوعه زيه. ايه قصه التطويع ده يا صديقي؟ احنا في مصر بنتطوع في الجيش، اول مره اشوف تطويع في السجن. المهم ايمو جيري بتقول له انها ندمت انها بعتت الناس السجن لانها ما كانتش عارفه حقيقه المكان هنا، وقالت له كمان انها كانت بتحارب السرطان لمده 3 سنين، بس للاسف السرطان اتمكن منها، فاتطوعت انها تيجي هنا وتشوف ايه اللي بيحصل. اكيد دلوقتي عرفت ليه بيتطوعوا في السجن ده بالذات يا صديق، واشمعنى السجن ده بالذات. المهم وفضلت مده وجودها تنصح الناس انهم يراعوا بعض في الاكل، بس للاسف ما نجحتش في المهمه دي. وفي اخر يوم في الشهر جورينج قال لايمو جيري تيجي تاكل من الترابيزه علشان ممكن ما يلاقوش اكل من اول بكره لان الادوار هتتبدل، لكن ايمو جيري كانت مكتئبه جدا لدرجه انها ما كانتش عايزه تقوم من على سريرها. وتاني يوم جورينج بيصحى من النوم ولقى نفسه في الزنزانه رقم 202، وده يبقى فيه ادوار اكتر من اللي ايمو جيري كانت تعرفهم، بس للاسف اكتشف ان ايمو جيري شنقت نفسها بملايه السرير. وفي اللحظه دي بدا جورينج يهلوس تاني، وشاف تيري ماجاسي قدامه وكان بيسال جورينج هل هياكل جثه ايمو جيري زي ما اكل جثته ولا لا. وما بقاش تيري ماجاسي لوحده لان انضمت ليه ايمو جيري والكلب بتاعها، وفضلوا هما الثلاثه يزنوا عليه علشان ياكل جثه ايمو جيري. فجورينج بيحاول بكل جهده انه يبطل الهلاوس دي، وكان بيشغل نفسه باي حاجه تانية، ولما كان بيجوع كان بيقطع الروايه اللي في ايده وبياكل الورق بتاعها علشان يخدع معدته.
وخد حته من طبق ازاز وبدا يعد الايام على الحيطه. وللاسف مع الوقت الجوع زاد على جورينج، وساعتها اضطر انه ياكل جثه ايموجيري. فتيري ماجاسي بدا يظهر له تاني، وكان بيقول له على احلى حته تتاكل من جسم البشر. يا ترى كلاوه ولا كبده يا صديقي؟ بعد كده الادوار اتغيرت تاني، وجورينج كان مبسوط اول ما صحي لانه لقى نفسه في الدور رقم 6، واكتشف ان زميلته الجديده تبقى ميهارو. بس المفاجاه ان ميهارو هجمت عليه بسكينه، وبنعرف بعدها ان كل ده كان حلم، والحقيقه بتكون ان زميل جورينج الجديد اسمه بهارت. وبهارت ده اختار انه ياخد حبل معاه السجن، وكان مبسوط قوي انه في الدور رقم 6 لانه كان عاوز يخرج من السجن عن طريق التسلق للادوار اللي فوق، وطلب من الناس اللي في الدور الخامس يساعدوه. في الاول ما رضيوش يساعدوه، بس في النهايه وافقوا. ولما واحد فيهم مسك الحبل بهارت بدا يتسلق عليه، بس للاسف المسجونه التانيه عملت حمام على بهارت، فبهارت اتصدم من رد الفعل وساب الحبل بسرعه وكان هيقع من الحفره، لكن لحسن حظ جورينج انقذه في اللحظه الاخيره. وللاسف الحبل بتاعه بيكون وقع، وشويه وبتيجي ترابيزه الاكل بعدها، والاتنين بياكلوا وهم سامعين المساجين اللي فوق بيتريقوا عليهم. ومع مرور الوقت جورينج بيبدا يهلوس تاني، وبيشوف تيري ماجاسي وايموجيري، وتيري ماجاسي بيبدا يمدح في جورينج وقال له انه بدا يمشي على الطريق المظبوط لانه فاضل له شهر واحد ويخرج من هنا. لكن ايموجيري قالت له انه لازم يشتغل الشهر ده ويحاول يصلح تصرفات الناس اللي في السجن. فجورينج بتجيله فكره يجبر فيها الناس يراعوا بعض، وطلب من بهارت انه يساعده. وجورينج قال له انهم هينطوا على الترابيزه وهياخدوا في ايديهم اي حاجه ممكن يستعملوها كسلاح، ويجبروا الناس ياكلوا اللي يكفوهم وبس. ولما جورينج كان في الدور 202 حسب الوقت اللي الترابيزه بتاخده علشان تتحرك، وبناء عليه قال ان الادوار عددها 250. فبهارت بتعجبه الفكره، وكسروا هما الاتنين حديد السرير وعملوه سلاح، ونزلوا الاتنين على الترابيزه للدور السابع. وجورينج قال لبهارت ان الناس اللي في الدور السابع كلوا امبارح واكيد هياكلوا بكره، فمش هياكلوا النهارده، وهيمنعوا اي حد يقرب من الاكل لحد الدور ال50. وقال له انهم هيوزعوا من اول هناك لان دول الناس اللي بيوصل لهم اكل قليل جدا. فبهارت بيتردد في الاول لان الناس ساعدوه انه يطلع بالحبل من اسابيع، ولما واحد من الناس دول بدا يتصرف بعنف بهارت فهم وجهه نظر جورينج وعمل اللي قال له عليه. بعدها الاتنين بداوا ينزلوا الادوار اللي تحت، وكانوا بيمنعوا اي حد انه يقرب من الاكل لحد ما وصل لدور فيه راجل عجوز اسمه باور بانك. بهزر يا صديق، اسمه بارام بانك، وكان راجل حكيم جدا وعارف بهارت كمان، وكان موافق جدا على فكرته، بس حذرهم وقال لهم ان الاداره مش هتهتم باللي هم بيعملوه، وكمان مش هيهتموا حتى لو نجحوا في خطتهم، لكن ممكن اللي شغالين في السجن يهتموا هم بالكلام ده. وبيقول لهم كمان ان هم محتاجين لرمز يعرفوا بيه اللي شغالين في السجن انهم نجحوا في تقييم سلوك المساجين. وساعتها بهارت وجورينج اختاروا انهم يشيلوا طبق فخم جدا من الاكل، وده هيبقى الرمز اللي هيوصلوا بيه للشغالين اللي في السجن، لان ده اول طبق المساجين بياكلوه، ولو وصل لهم سليم هيفهموا ان في حد بيحاول يصلح من طمع المساجين. وبهارت وجورينج بيكملوا المهمه بتاعتهم، وفضلوا ينزلوا بالترابيزه ويمنعوا اي حد يقرب منها، واهم حاجه بالنسبه لهم انهم يحافظوا على الطبق الغالي. ولما وصلوا الاتنين للدور ال50 بداوا يوزعوا اطباق محدده على المساجين، والمساجين كانوا مبسوطين جدا. وفي الدور ال97 لقوا راجل كبير في السن وطفل معاق، فجورينج راح له ويحاول ياكله، بس الطفل المعاق قال لهم ما تتعبوش نفسكم لان كده كده هقتل الراجل العجوز ده بعد ما تمشوا وهاكله. وفي الدور اللي تحته جورينج شاف جثه شخص واحد وتوقع ان مهاره في الدور ده. ولما بهارت وجورينج وصلوا للدور ال250 الترابيزه ما وقفتش، وده معناه ان في ادوار اكتر بكتير تحت. وفي الدور ال51 لقوا اتنين مساجين بيهاجموا ميهارو، واحد منهم كان معاه سيف والتاني كان ضخم وقوي، وميهارو طبعا ما كانش قدامها فرصه تدافع عن نفسها، فبهارت وجورينج هجموا عليهم بسرعه علشان ينقذوا ميهارو. وبهارت قدر يقتل الراجل اللي معاه السيف وراح بسرعه علشان يساعد جورينج، بس للاسف ميهارو كانت ماتت، وجورينج كان زعلان جدا على صاحبته وكان عايز يفضل معاها، بس بهارت سحبه بسرعه للترابيزه ونزلوا هما الاتنين وكملوا نزول وساعدوا المساجين اللي بيقابلوهم. وكان في ادوار كتير فاضيه وما كانش موجود فيها غير جثث بس. واخيرا الترابيزه بتقف عند الدور 333، وده معناه ان ده الدور الاخير. في الاول كانوا فاكرين ان الدور ده فاضي، لكن فجاه في طفله خرجت من تحت السرير، ودي بتكون الطفله مالي، الطفله المفقوده. فبهارت وجورينج نزلوا من على الترابيزه وراحوا ناحيه الطفله، وبمجرد ما نزلوا من على الترابيزه نزلت في حفره في الارض. فجورينج طلب من بهارت انه يرمي الطبق الغالي في الحفره علشان يوصل للي شغالين في السجن، بس بهارت رفض. والغريب ان درجه حراره السجن زي ما هي ما اتغيرتش. وبعدها بهارت ادى الطبق اللي معاه المالي، والثلاثه فضلوا في الدور الاخير. وجورينج كان بيجي له هلاوس تاني، بس المره دي ما كانش بيشوف ايموجيري وتيري ماجاسي بس، بقى بيشوف ميهارو هي كمان. وفجاه بهارت ظهر له هو كمان في هلوسه وقال له ان الطفله مالي هي الحل. ولما جورينج بيفوق من هلوسته بيكتشف ان بهارت مات، وده بسبب جروحه. ولما الترابيزه نزلت تاني جورينج خد مالي وقعدوا على الترابيزه ونزلوا في الحفره، والمكان كان مظلم جدا. وساعتها تيري ماجاسي ظهر لجورينج وقال له ينزل من على الترابيزه لانه نجح في الاختبار. وطلعت الترابيزه من تاني وعليها مالي، وقال له كل ده علشان نختبر رحمه الناس ونشوف مين هينجح في الاختبار.
ما خلاص يا صديقي الفيلم خلص، عايز ايه تاني؟ فيلم ولخصته كله، اكمله لك من عندي يعني يا صديقي؟ بس انا عارف احساسك وانت بتتفرج عليا، انك ما بتعوزش الفيديو يخلص يا صديقي. المهم بقى اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل علشان كل فيديو ينزل جديد يجيلك اشعار على طول، وشير بقى وكده. يلا واشوفك الفيديو الجاي، بالسلامه.